السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بصوا حبايب قلبي، النهاردة أنا هعمل لكم ريفيو عن الكب السكاني بعد الاستعمال. بقالي أكتر من 5 شهور بستعملها. تمام، هقول لكم عيوبها وهقول لكم مميزاتها بما يرضي الله. أولا بالنسبة للكبة، الحاجات اللي احنا بنستعملها فيها او ان هي بتنجز ولا لا، بتنجز حلو جدا جدا. تمام، اولا بتعملوا فيها كل حاجه، كل حاجه بتتفرم فيها، حتى الخضره بتفرميها فيها يا دوبك ما بتاخدش 3 ثواني بالظبط. بتدوسي 3 ثواني، الدوسه 3 ثواني بالظبط، بتلاقي الخضره متقطعه قطع صغيره خالص قد كده. تمام، ده بالنسبه للخضره. البصل براحتك بقى، عايزه تعمليه للخضار يا دوبك بتضربي ضربتين 2 بس كده، برضو كام ثانيه هتبصي تلاقيه اتفرم. ده للخضار اللي هو بيبقى قطع صغيره. طيب انت عايزه مثلا، هتتبلي بيه مثلا شويه تتبيلات وكده، هتفرمي فيها، بس بتزوديها مثلا بدل كام ثانيه، لا بتخليه مثلا دقيقتين خلاص، فبيطلع معاكي بصوا بيور خالص. تمام، بيبقى سايل خالص، بتقدري ان انت تتبلي بيه المشويات، بتتبلي بيه اي حاجه. طيب بالنسبه للفراخ حلو جدا، انك تفرمي مثلا صدور الفراخ البانيه، هتعملي كفته فراخ تمام، هتعملي كفته رز تمام. كل الحاجات دي انا هجربها معاكم ان شاء الله. عشان بس في بنت خايفه ان هي تجيبها وعايزه تعرف، قالت لي يعني انا عايزه اعرف انت بعد ما جربتيها عامله ايه ومعاكي وكده. تمام. طيب فيها عيوب، فيها عيوب. المهم يعني هنعمل فيها ايه تاني؟ هنعمل كفته الرز. تمام، هنعمل فيها كفته الرز، بتبقى حلوه جدا. طبعا يا اما بتنشفي الرز، بتغسليه وبتنشفيه وبتخليه بودر، وبعد كده بقى ايه، بتفرمي فيها اللحمه. بتجيبي اللحمه صحيحه وبتفرميها فيها، وبتحطي بقى معاها الخضره وكل حاجه، هتنجز معاكي حلوه جدا جدا جدا. تمام. طيب بالنسبه بقى للعيوب، هي كده ليها عيوب ولا ملهاش عيوب؟ ليها عيوب. عيبها ايه بقى؟ دلوقتي انا جيت افرم فيها فراخ. فكنت بفرم كيلو صدور الفراخ دي البانيه، كنت بفرم كيلو. تمام، وفرمت بصل خلاص، وبعدين جيت بعد كده حطيت ده مع ده وجيت افرم كله، فلقيتها فصلت. انا بصراحه قلت الموتور اتحرق. المهم فسبتها شويه وجيت شغلتها تاني، اشتغلت. فانا عرفت كده، فهمت ان هي لما بتسخن بتفصل، طيب هل ده عيب فيها ولا ميزه؟ في ناس هيقولوا لك لا طبعا ده عيب طالما فصلت. لا، دي هتبقى ميزه حلوه جدا. ليه؟ دلوقتي احنا لما بنكون مشغلين اي جهاز، مفرمه، خلاط، اي حاجه، وبنتك عليه في الشغل شويه، بيحصل ايه؟ بتاع الجهاز بيسخن، الموتور بيسخن جامد قوي قوي قوي. في الحاله دي ممكن يطير لنا الموتور، طالما سخن قوي ممكن الموتور يتحرق. طيب دي بقى بتعمل ايه؟ اول ما تسخن بتفصل، اول ما تسخن قوي تفصل. فطبعا 5 دقايق بالظبط وشغلتها اشتغلت. يعني ده بصراحة يعني أنا قلت كويس، يعني إن لو كانت من الأجهزة اللي هي ما بتفصلش لما بتسخن كان الموتور اتحرق، لأن أنا عملت كيلو بانيه وعملت بصل وعملت الخضرة ومش عارف، فطبعا سخنت قوي معايا. طيب احنا دلوقتي هنشتغل عليها. لقيناها سخنت معانا، هي حلوة جدا جدا جدا. والساعة بتاعتها أنا دي 5. تمام يا بنات، دي 5 لتر اهي 5. فالساعة اللترية بتاعتها حلوة قوي. ال5 في منها ال8 وفي ال6.5. فانا على اساس ان احنا يا دوبك ايه 3 افراد بس في البيت، فمش عايزه اكتر من ال5. دي حلوه قوي. تحطي فيها، ممكن تحطي فيها 2 كيلو بصل، تفرمي فيها 2 كيلو بصل، ما شاء الله بتبقى جميله جميله جميله، بتنجز حلوه قوي قوي قوي. طيب ايه بقى العيب التاني اللي فيها؟ الاستانلس بتاعها ده لما بيجي عليه ميه، بيصدي، مش من هنا لا. شايفين دي بعد ما بتخلصوا بتيجي تغسلوها، اهم حاجه دي تفصلوها عن هنا. تمام، تتفصل عن هنا. انا كنت بغسلها وهي راكبه كده. تمام، فلقيت ان الميه لما بتدخل جوه بتعمل صدى هنا، فاصبحت اني انا لما باجي اغسلها بروح شايله دي كده وغسلاها، وغسله دي برضو من هنا
تمام، بسبونشة ناعمة كده. تمام، وننشف هنا وننشف هنا وبعدين نروح مركبينها تاني. خلاص بس. وده طبعا ده حلو جدا. تمام، ده اللي هو المقوى جامد ماشي، والموتور بتاعها حلو جميل ما شاء الله. هي انا معرفش هي سعرها دلوقتي، انا كنت جايباها ب1000 جنيه. انا كنت جايباها ب1000 جنيه. في جروب على الفيسبوك بيبيعها. انا طلبتها بصراحه اونلاين، مش جايباها من محل، طلبتها اونلاين وجات لي. هي دلوقتي بتعمل 1100 1200 حاجه زي كده، وممكن تكون نزلت تاني الله اعلم، بس انا كنت شفتها ان هي ب1200 او 1100 حاجه زي كده. تمام، هي دي عيوبها ومميزاتها. بس طبعا العيب اللي انا قلت لكم عليه ده يعتبرش عيب. طيب هل كده دلوقتي دي تبقى حلوه تنفع ان حد يجازف ويدفع 1000 جنيه ولا 1100 ويجيبها؟ حلوه حلوه، بتنجز مع ست البيت حلو جدا جدا جدا. تعملي فيها حاجتك كلها على طول، بدل ما تقعدي تعملي الطماطم في الخلاط وتجيبي دي قدامك كده على طول، تبقى محطوطه قدامك على المطبخ. تمام، تستعمليها على طول في ساعتها. خلاص يا بنات، ده ريفيو كده بسيط عن الكبة السكاني. وان شاء الله انا هجيب المكوة بتاعتها ان شاء الله، لما اجيبها هوريها لكم برضو، والهاند بلندر ان شاء الله هجيبه. تمام يا بنات، دي كده ريفيو بسيط. يا رب يكون عجبكم او استفدتوا منه. يلا حبايبي، اللي عجبه بقى الفيديو بتاعي او استفاد منه يا ريت ينورني عندي في القناة ويعمل لي لايك من ايد الحلو. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.